أنا شخصيا حسيت بالانهيار تام، الانهيار نارت، وبقيت كنقول بقيت كنقرب لما شاء نقرا القرآن. هذه النهاية. سجن تازممارس من بين أخطر السجون اللي تبنات في المغرب. هذا السجن كان فيه العسكر بما فيهم الضباط اللي كانت عندهم علاقة بالانقلابات على الملك الحسن الثاني، منهم انقلاب الصخيرات سنة 1971 وانقلاب أفخير سنة 1972. سجن تازممارس كيتموقع في الجنوب الشرقي للمغرب. الهدف من هذا السجن كان هو تعذيب الجنود والضباط وجميع المتدخلين في الانقلابات اللي داروا على الراحل الحسن الثاني. بالنسبة للزنزانات كانوا صغار بزاف، ما فيهمش الضوء والماء وحتى المرحاض ما كانش، بالإضافة للمعاملة القاسية والوحشية للجنود، وكذلك الأكل اللي كان رديء لواحد الدرجة اللي ما يتقبلهاش العقل. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.